في واحد صاحبي عنده 16 سنة قدر انه يحقق مليون جنيه مبيعات من الدروب شيبينج. قصته انه بدأ كإديتور وحقق نجاح كويس جدا، وبعد كده قدر انه يشتغل مع صناع محتوى كبار، لكن قبلها كان بيعمل شغل ضعيف كإديتور بمبالغ ضعيفه. واللي عمله بمجرد انه سمع بس عن فكرة التجارة الإلكترونية والدروب شيبينج انه تقريبا شاف كل الكورسات اللي موجودة على يوتيوب علشان يفهم المجال ده بشكل كويس ويقدر انه يدخل فيه. مؤخرا كمان خد خطوة انه يعمل كتاب رقمي ويعلم الناس ازاي انهم يشتغلوا ويكسبوا فلوس من البيت. كل ده وهو سنه ما تخطاش 16 سنة. ايه المشكلة في الكلام ده؟ وايه المشكلة في محتوى انا كسبت مليون جنيه وانا عندي 13 سنة؟ السلام عليكم، اسمي مصطفى محمد، شغال فريلانسر بقالي اكتر من 5 سنين، وحاليا بدير منصه سنتاكس اكاديمي اللي بنعلم فيها الناس ازاي انهم يشتغلوا من البيت ويسوقوا لنفسهم بالمحتوى. ومؤخرا ضفنا كورسات بنعلم فيها الناس الاي اي اوتوميشن مع خطه لاضافه محتوى جديد وقيم في الفتره الجايه ان شاء الله. نرجع لسؤالنا، ايه مشكله محتوى انا كسبت مليون جنيه وانا عندي 13 سنه؟ خليني اقول لك على حاجه متجذره في ثقافتنا وعقليتنا. الاول، الطبيعي ان اي حد بيدور على شغل لما يخلص المراحل التعليميه كلها، ووقت ما يكون معاه شهاده بيبدا ان هو يدور على شغل بالشهاده دي. لكن المشكله ان اغلب الكليات ملهاش علاقه اصلا باحتياجات سوق العمل. ففي الاغلب الناس مجرد ما بتتخرج بيركنوا الشهاده على جنب، وبعد كده يشوفوا هيبداوا يعملوا ايه او هيتصرفوا ازاي. اللهم الا بعض الكليات اللي لازال عليها طلب والسوق لازال محتاج لها. كنتيجه للكلام ده الناس بيصيبها حاله من التبلد لحد ما يخلصوا المسار التعليمي بالكامل، بعدها بيصطدموا بالواقع. لما كان عندي 17 سنه ما كنتش مهتم ولا مؤمن بالتعليم، وفي نفس الوقت ما كنتش بعمل حاجه ليها قيمه في حياتي. لكن رغم كده ده كان وقت من اكتر الاوقات اللي ادركت فيها حجم المشكله اللي انا واقع فيها او هقع واصطدم بيها قريب، وهي ان مستقبلي الوظيفي معدوم تماما. لما دخلت الكليه كنت شايف ان الكليه بشكل كبير ملهاش مستقبل او ملهاش فرص شغل كويسه، وده كان بيتقاطع مع الوقت اللي انا بدات اقرا فيه شويه عن فكره البرمجه والشغل من البيت والعمل الحر. وقتها الوضع كان كالتالي علشان تشوف الصوره بشكل كويس. الثقافه العامه وقتها عن فكره الشغل من البيت مشوهه بشكل كبير، واللي شغالين من البيت قليلين ومش باينين، والمجال بيوصم دايما انه نصب. واغلب الناس اللي شغالين من البيت سنهم كبير، وقليل قوي منهم شباب في كليات، او على الاقل ده اللي قريته من المحيط اللي حواليا. لكن الحقيقه ان وقتها كان في شباب كتير في سن صغير شغالين من البيت بس محدش فيهم باين. الموضوع ده بالنسبه لي كان مفيد لان ما حسيتش ان سني متاخر وان لسه في وقت ان اعمل حاجه مفيده. وده قمه العبث اصلا ان حد في سن العشرينات يعتقد ان سنه كبير وان خلاص عدى الوقت انه يعمل حاجه مفيده. المهم ما كانش ده الدافع الوحيد، كان في ضغوطات تانية يمكن هي اللي زقتني على فكره الشغل من البيت. طيب نيجي بقى لموضوعنا، محتوى انا كسبت مليون جنيه وانا سني 13 سنه. ايه المشكله؟ كل الكلام اللي انا قلته كان الهدف منه ان اديك تصور عن طبيعه وتفكير المرحله دي. في الاغلب الناس في السن ده ما بيكونش في حاجه قيمه او مفيده بيعملوها في حياتهم، في نفس الوقت بيكونوا متبنيين عقليه الزومبي اللي بتخليهم متخدرين لحد ما يخلصوا المرحله التعليميه بشكل كامل، وبعدها يبداوا يشوفوا هيتحركوا ازاي او هيعملوا ايه. وهنا تيجي مشكله النوع ده من المحتوى. النوع ده من المحتوى هيخلي الناس دايما يحسوا انهم متاخرين من سن صغير، او هيضغط عليهم علشان يبداوا بدري. لما تشوف ان في ناس عندهم ايجنسي او شغالين فريلانسر وبيعملوا ارقام كبيره، والكلام ده وهم تقريبا لسه في المرحله الثانويه، فما بالك في اللي في الجامعه او في اواخر العشرينات او في الثلاثينات ولسه ما عملش انجاز كبير زي ده، فاحساسه هيكون ايه؟ وانا ذكرت لك قصه صاحبي في الاول بشكل مختصر جدا علشان الفت نظرك لحاجه مهمه، وهي ان رغم ان النتيجه اللي واقف عندها حاليا انه حقق مليون جنيه مبيعات، الا انه بدا بانه يمنتج فيديوهات بمبالغ بسيطه واتحرك واتطور منها على مدى من الوقت والمجهود. ومليون جنيه مبيعات لا يعني مليون جنيه ربح. النت بروفيت اللي هو عمله اقل من الرقم ده بكتير. حتى انا ما ذكرتلكش هو عمل كده في مده قد ايه او ايه حجم المجهود اللي هو عمله، ودفع كام وقت وفلوس في كورسات علشان يتعلمها ويوصل للمستوى ده. كمان ما ذكرتلكش انه في الاول خسر 30,000 جنيه، ودول كانوا كافلين جدا انهم يخلوا اي حد يقف وما يكملش في المسار ده. انا بس عرضت لك الزاويه اللي انا عايزك تشوفها، انه حقق مليون جنيه مبيعات. اللي عايز اقوله ان لو القصه اتحكت بشكل كامل واتذكرت العقبات والمشاكل اللي فيها هتكون مقبوله جدا، وهنقدر ان احنا نتفهمها، وهنقدر نشوف ازاي النتيجه اللي الشخص واقف فيها حاليا طبيعيه ومنطقيه جدا. اما لو اتذكرت النتيجه النهائيه لوحدها فالطبيعي انك تحس ان الموضوع سهل او بيتم في خطوه واحده. بالرغم من كده جزء كبير من المحتوى ده انا بايده وشايف ان هو مفيد جدا، لانه بيساهم في نشر الوعي بالعمل الحر من سن مبكر، وده انا شايف الصراحه انه ضروري جدا ومطلوب في الوقت الحالي اللي احنا فيه. الناس في الغرب على حد علمي لما كنت بدخل المجتمعات بتاعتهم كانوا بيعلموا اولادهم ثقافه العمل الحر من سن صغير. من فتره قرات تجربه ان اب ساعد ابنه انه يكسب $120 في الويك اند عن طريق ان هو يمنتج بس فيديوهات من البيت، والولد ده كان سنه تقريبا 12 13 سنه. وتخيل نفس الولد ده عندنا هنا بيكون عقليته ايه او بيكون همه ايه او ايه الاهداف والطموحات بتاعته، بيقضي وقته ازاي. الفكره من المحتوى ده اللي ظهر وانتشر مره واحده ان كل فئه عمريه بترتبط مع الفئه العمريه بتاعتها، فبالتالي الناس اللي في السن ده هم اكتر ناس يقدروا يوصلوا للشباب اللي في سنهم ويلهموهم ويوصلوا لهم عقليه العمل الحر او الشغل من البيت. وده في نفس الوقت اللي اغلب الشباب في السن ده للاسف بيضيعوا عمرهم في تفاهات وحاجات ملهاش اي لازمه. فيمكن المحتوى ده يكون سبب في انهم يرفعوا سقف طموحاتهم ويدوسوا على نفسهم شويه ويجربوا انهم يعملوا حاجات مفيده ويتبنوا عقليه التعلم الذاتي والشغل من البيت من سن مبكر. ويمكن ده
هيساعدهم انهم يشتغلوا، وده هيأثر على حياتهم الماديه ولا هيأثر على حياتهم كلها بشكل عام. في محتوى كتير على الانترنت هيكون سلبي وضار عليك لو اتعاملت معاه من منظور انك مستهلك مش بتستفيد منه اي حاجه، او بتبص له بعين الناقد، او بتحط لنفسك اعتراضات كتير، لان دايما في مبررات انك ما تعملش الحاجه دي. لكن فعلا لو خدت التجارب والمحتوى اللي جواه وقدرت تحولها لحافز او طاقه تهضمها وتحولها لافعال تساعدك انك تحقق انجاز معين، فساعتها المحتوى اللي زي ده ممكن جدا يكون حافز قوي ليك. انا مش بايد ولا بميل لفكره المحتوى القائم على الارقام، لانه بيظهر جزء صغير من الصوره، وفي الغالب بيحسسك انك تقدر تعمل الحاجه دي بسهوله، وده بيخليك تصطدم بالواقع لما تجرب او تحاول انك تشتغل من البيت، وشايف انك بتقع في عقبات كتيره وبتحتاج وقت ومجهود علشان تتخطاها، فممكن تيأس لان الموضوع ما مشيش بالصوره اللي انت متخيلها. كمان جزء من المحتوى ده بحس ان فيه نوع من انواع الخداع، او ان صانع المحتوى يظهر لك جزء معين بس علشان يوهمك بحاجه معينه، خصوصا لو في بعدها منتج او كورس مدفوع، وده لا ينطبق ابدا على الناس اللي في الصوره مصغره، لان دول نموذجين كويسين بالنسبه لي. والتعويل في الاخر في الحاجات اللي زي كده على المشاهد نفسه، وانه ازاي يقدر يحدد المحتوى والتجارب اللي تفيده من المحتوى اللي غالبا ما بيكونش ليه اي قيمه. وفي نفس الوقت ايا كان سنك ما تحسش انك متاخر، في وضع طبيعي لكل مرحله في حياتنا. في ناس بتقدر انها تكسر الوضع ده وتعمل استثناء معين، بس دول لا زالوا استثناء. في ناس كتيره بداوا متاخرين بمعنى الكلمه. من قريب شفت حاجه لحد في امريكا اتعلم برمجه وهو عنده 60 سنه، وده بعد ما طلع على المعاش ولقى ان عنده مساحه من الوقت والفراغ مش قادر ان هو يحطها في حاجه، فتعلم البرمجه واشتغل فيها. اما لو سنك لسه صغير وحاسس انك متاخر، فدي مشكله تانية خالص. وزي ما قلت لك لاني كنت متبني العقليه دي، فدي فكره عبثيه. كل هدفي من الفيديو ده مش اني اتكلم عن النوع ده من المحتوى واذكر مميزاته او عيوبه، لكن الهدف ان اشجعك من بدري ايا كان سنك انك تاخد حياتك على محمل الجد، وما تكونش ملتزم بنظام معين زي النظام التعليمي رغم اهميته جدا وان انت لازم تديله حقه بشكل كويس، وتشوف هتتصرف ازاي في الاخر وقت ما تصطدم بالواقع. ويمكن يكون في فيديو جاي ان شاء الله نتكلم فيه عن فكره النظام التعليمي. ففي العموم ما تقولش انا سن صغير لسه بدري، او الاسوأ انك تحس ان انت متاخر، وفي كلتا الحالتين بتصاب بالعجز وتقف مكانك. نصيحتي ابدا من بدري او ابدا دلوقتي، هتاخد مساحه احسن انك تغلط كتير من غير ما ده ياثر على حياتك، لان كل مرحله من الحياه المساحه اللي تقدر تخاطر او تغامر فيها بتبقى اقل، وانك تغامر بوقت او مجهود او فلوس مع الوقت بيبقى اصعب. في مراحل من عمرك هيكون عندك فيها وقت وطاقه كبار مش محطوطين في اي حاجه، وقت تاني الوقت والمجهود والموارد هتكون محدوده اكتر، فاستغل الوقت ده علشان الوقت ده. بس ده كان فيديو النهارده، اتمنى ان هو يغير من تفكير حد، وقول لي رايك في الكومنتات عامه. ولو حاسس ان الفيديو ده هيفيد حد من اصدقائك او من قرايبك ممكن تبعته له علشان هو كمان يستفيد منه، ورايك بشكل عام يهمني في الكومنتات. ونتقابل في الفيديو الجاي ان شاء الله.